السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عجالة حابة أطلع لكم بفيديو اليوم عشان أوضح نقطة معينة. زي ما بالضبط ما نشرت فيديو زواجي من التركي بطلب منه طبعا إجباري لازم تعلنيه. قلت له هذا شيء خاص ولكنه قال لازم الكل يعرف، فقلت طيعي زوجك يا فيروز واعلني. تمام. فأعلنت أنا تزوجت على سنة الله ورسوله، وانا اتحمل اختياراتي، ما حيتحمل غيري، ولا عملتها قضيه ولا لجأت لحد. تمام. تزوجت واحسبه رجال يعني بيطلع، في النهايه هو انسان مسلم. سيبكم تقول لي زوجتي عدم اليمنيين، هذا خبر، هذا نصيب من الله سبحانه وتعالى، وانا حره لي حريه اختياري. تمام. وفي يمين الحين دخلوا عندي يقول لي هذا جالس يبقبق بحق المنشورات وحق الصفحات. طبعا انا قضيتي معاه بتنحل ان شاء الله باليمن، لانه هذا الرجل طلع مش كفو. انا عشت معاه فتره في بيته، وانتم زي ما شايفينه الان كيف داخل الصفحه، كيف وقح ويخرج حاجات بيته، وقشاع بمعنى قشاع. فاهم ايش معنى قشاع؟ هذا اللي كنت انا اعاني منه لما عشت معه الفتره الصغيره هذيك، القصيره عفوا. انه رجل لا يؤمن، لم اشعر معه بالامان، لانه رجل متقلب مزاجي سايكو. تمام. فانا قلت ليش يا فارس بتدفين نفسك مع هذا الرجال؟ خلاص تزوجتي، كنت تحسبه رجل كافو، تحسبي زواجة حسن ختام، طلع يهودي. المهم حق الله نصيبي وانا راضيه والحمد لله رب العالمين. ولكن في ناس يمنيين للاسف يصطادوا بالمياه العكره هذه. انا ما زعلش من حسن هو مسكين يرحم الله، قدوا حقه معه. تمام. وانا بتخلص منه بحياة الزواج هذا عن طريق القضاء اليمني، والاشياء اللي يفعلها هذه كلها سوف يدفع ثمنها. لكن انا ما ليش حسي عنده، انا جالسه بضل مركزه على شغلي، والله ما اني داري وينه ولا مركزه عليه، ما يفعل ما يقول. للناس اللي يقولوا لي يا فيروز بسري، بعضهم يزعلوا، بعضهم يزيل يشمتوا، بعضهم هبل، بعضهم عندهم يصطادوا من العكره، لا المراه لا فعلا لا صراحه لا فضوليين يصطادوا بدل ما يزعلوا عليا. لكن خليهم امرهم لله، هذا الفئه القليله. لكن الحمد لله 90% من اليمنيين زعلان عليا، والحمد لله ابشركم اني بارح لي منه. تمام. ان شاء الله بحكم قضائي وبيروح. انا ما بتحملش اي انسان ينقص من قيمتي مهما كان، وهذه الذبذبات حقه اللي يفعلها، هذه طبيعته اصلا، انسان سايكو مش طبيعي. تمام. انا ذلك انا بتخلص منه وبخليه يدفع ثمن كل افعاله واقواله، وكل من نشر له ايضا ودعمه. انا ايضا في حاجه، في قضايا اسمها قضايا التشهير، بدفع كل واحد ثمن بدون ذكر الاسماء، كل واحد عارف نفسه. الخلاصة أنا امرأة كبيرة وعاقلة مش طفلة، فحبيت أوضح للناس المحترمين اللي يعزوني ويقدروني وعارفين إن فيروز هذه إنسانة ناجحة ومثابرة وطالبة الله. لكن الزواج قرار مش غلط، الزواج حلال الله ورسوله، ما عملناش حاجة غلط. تمام. اختيار الجنسية هذا قدر ونصيب، سبحان الله ما حد داري إيش مخبي له. زي ما دخلتنا واخترت أتحمل غلطي وبخرجه بطريقة عادلة وحكم قضائي إن شاء الله. هذا الرجل مهزوز يرح له. أنا أزعل من اللي يقصوا اليمنيين معه ويطبلوا له. تمام. عيب، استوعبوا أنفسكم. وسوف بكل واحد كتب شيء مذكور عندي ومصور والله ويدفع الثمن، خاصة اليوم متواجدين هنا في السعودية. اطمنوا أنا بخير، وهذا الكلام لا تكونوا تزعلوا منه، خلوه يبقبق براحته. تمام. كله بيخلص، غير ما بتروح. انا اصلا والله العظيم اقسم بالله ماني مركزه معه. انتم تبصروني كيف انا جالسه اشتغل. احنا جينا الغربه هنا عشان نطلب الله ونشتغل، ما جيناش ندور بعاسيس. هذا الرجل لانه اصلا ما يشتغلش فاضي، فهو يدور له فرق. لو كان هو دحين انا يشتغل مركز على عمله، كان بين الاحترامي اصلا، بين الاحترامي بين تقديري كزوج. لكن الرجل فاضي مبقبق قشاع، شي مشاكل حياته مشاكل، وانا عكسه تماما. انا انسانه مسالمه، ادور هدف للشغل للعمل. احنا جينا نطلب الله نشتغل عند الناس بهدوء، وهو ما يشتيش هذا الخبر، فالله معه والله سبحانه وتعالى سوف يعوضنا خيرا منه ان شاء الله. وعملي هو العوض الجميل. وشكرا تشجيعكم، وشكرا لكل انسان وصل لي الموضوع بطريقه كويسه، طريقه محترمه، طريقه جيده. تمام. لا تقولوا تقول لمو هذه هي قدر الله وقدره. اما الناس اللي لعبوا بالماء العكر باقي لكم يوم. تمام. وشكرا. كان لازم اعمل هذا الفيديو زي ما عملت فيديو ونشرته حق زواجنا، اعمل لكم نشر هذا الفيديو، انشروه بكل مكان ان انا اتخلصت من هذا الرجل ان شاء الله. باقي فقط الحكم القضائي بيجي وانتهى الموضوع ان شاء الله.